انتوا عارفين ان انتوا تقدروا تطوروا وتعلوا من ليفل الانجليش بتاعكم كليسننج كرايتنج في اقل من شهرين. وانا مش جايه اقولك تاخدي كورسات معينه او تذاكري لعدد ساعات كبيره قوي انجليش كل يوم. انا مش جايه اقول الكلام ده كله. انا جايه اشير شويه تيبس. التيبس دي فرقت معانا شخصيا، ولما نصحت بيها ناس فرقت معاهم، وانتي لو طبقتيها بالظبط هتلاقي في فرق كبير في ليفل الانجليش بتاعك. اول حاجه، احنا ليه محتاجين ان احنا نطور اللغه؟ باختصار مفيش دلوقتي شغلانه مش عايزه حد يكون معاه لغه. ابسط حاجه حاليا هي الكول سنتر، واللي كلنا كطلاب ومتخرجين بنبقى عايزين نشتغلها بعد الاجازه عشان مرتباتها بيجيلك على طول رفض 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 رفض. ده بسبب ايه؟ بسبب ان الانجليش مش قد كده، الاكسنت مش قد كده. فدي حاجه هنستفاد بيها في الشغل اوريدي. لو احنا طلبه مش بنشتغل، جامعات حاليا معظمها انجليش، كل الدراسه بالانجليش. لو انتي تعليمك عربي مش هتعرفي تتكيفي لو انتي الانجليش عندك مش كويس. لو ثانويه انتي هتحتاجي اكيد الانجليش في كذا حاجه. قطعة الانجليزي ابسط حاجة ممكن يجي فيها كلمة انت مش عارفاها، طب ليه ما تبقيش عارفاها؟ احنا محتاجين نطور من الانجليش بتاعنا لمليون سبب. مثلا حد بقى تاني محتاج يسافر بره، فعشان يعرف يتكيف بره لازم يبقى معاه لغة. ففي مليون سبب اننا نطور الانجليش بتاعنا. فاحنا بطبيعتنا بنستعجل، بنبقى عايزين الحاجة بسرعة. فهنا ابسط الحاجات اللي هتخلي الانجليش ليفل عندك فوق. مبدئيا احنا محتاجين نحدد المستوى بتاعنا. يعني هل انا زيرو في الانجليش؟ هل انا مبتدئه اللي هو يا دوبك عارفه كام كلمه؟ هل انا بعرف اكون الجمل؟ هل انا بعرف ادخل الجرامر وسط الجمل؟ فعشان نحدد المستوى ابسط حاجه في فيديوهات بتبقى على اليوتيوب. مثلا الفيديو ده معمول لليفل B1، ده ليفل C1، ده ليفل B2، الكلام ده. في بقى مواقع كتيره تقدري تعملي من عليها تيست، وده بتعرفي منه الليفل بتاعك بالظبط ايه. هسيب لكم كام لينك كده في الكومنت. فدي اول حاجه احنا لازم نعملها، هي ان احنا نتست الليفل بتاعنا. خلاص عرفتي انت انهي ليفل، محتاجه ان انت تنتقلي على الليفل اللي بعده. طب احنا هنعمل ده ازاي؟ بكام حاجه صغيره. الحاجات دي هتطبق على كل الليفلات. يعني مثلا سواء انت كنت B1 وعايزه تروحي B2، او لو انت B2 وعايزه تروحي C1. كل الفكره في الكلمات بتبقى اتقل، بتبقى في كلمات اكتر، وهكذا. طيب اول حاجه احنا محتاجين ان احنا نكون عارفين نكتب الكلام قبل ما نقوله. ما ينفعش تكوني بتقولي عارفه تقولي الكلام وانت مش عارفه تكتبيه. فاهم حاجه ان انت تمرني ايديكي على الاقل. خدي ساعه من يومك، ساعه واحده، ومش شرط كل يوم، بس ساعه واحده. ابتدي ان انت هاتي جمله او هاتي كلمه حسيتي ان هي جديده عليكي، هتبتدي ان انت تكرريها، تكتبيها كذا مره تحت بعضها بمعناها العربي كمان، بحيث ان انت الكلمه تثبت في مخك. عموما دي كانت طريقه انا بحفظ بيها الكلمات في ثالثه ثانوي. دي حاجه. تاني حاجه، ما ينفعش يعدي عليكي كلمه انت مش عارفه معناها. ما ينفعش تشوفي كلمه جديده فتكسلي انك تبحثي ايه معناها. بالعكس، اي كلمه جديده تظهر قدامك ابسط حاجه خشي اسالي شات GPT يقولك المعنى بتاعها بالظبط. الحاجه الثالثه واللي هي حرفيا فرقت جدا هي الليسننج. ان انا بسمع كتير بسمع كتير انجليش. طب انا هسمع انجليش منين؟ انا عايزاكي ما دام انتي واخده اللغه جد يبقى تتعمقي مع اصحاب اللغه. هلاقي اصحاب اللغه فين؟ على الانترنت. انا ابتديت اعرف اكتر عن حياتهم، مين ده ومين دي وايه حياتهم، وكل ده بقيت عارفاه. زي بالظبط ما تكوني عارفه حياه مثلا ممثل مصري. حاجه تانية في الليسننج وهي الاغاني. ما ينفعش تكوني بتسمعي الاغنيه الاجنبيه دي مثلا وانتي مش عارفه ترجمتها، انتي مش عارفه ايه بتقولي ايه اصلا، انتي بس اللحن عاجبك. لا، ما دام انتي اوريدي بتسمعي كده يبقى انتي حاولي تترجمي كل كلمه. لازم تعرفي كل كلمه بتتقال ازاي، ومن هنا انت بتاخدي الاكسنت. انت سامعه الاكسنت بتتقال ازاي، ما بالك بقى لو بسرعه، فانت هتتعودي انك تتكلمي بسرعه بسبب الحته دي. هروح لجزء تاني هو السبيكنج، اللي هو الكلام. انت هتقولي مثلا ان في دايرتك مفيش ناس بتتكلم بالانجلش، انت مش هتعرفي تعملي ده مع حد. فابسط حاجه وانت قاعده في الاوضه اتكلمي مع نفسك. اتكلمي مع نفسك، اعملي حوار مع نفسك بالانجلش، ردي واتكلمي مع نفسك بالانجلش. حتى لو ما ظبطتيش، حتى لو مش عارفه تتكلمي بسرعه او تطلعي الكلام مره واحده على هيئه انجلش، مره في مره هيجي. طيب عايزه بقى تتعاملي مع ناس بتتكلم بالانجلش، في تطبيق اسمه ديسكورد لو محدش عارفه. بيبقى عليه روم او جروب معين الناس فيه بتطور الانجليش. هتلاقي في اجانب بتطور الانجليش بتاعها عادي، وفي ناس برضو من بلاد تانية بتطور الانجليش بتاعها، وكمان مصريين بيطوروا الانجليش بتاعهم هناك. فبيتكلموا هناك عن اي حاجه. المهم ان انت بتتكلمي، انت بتطوري الانجليش بتاعك وبتستي نفسك لو انت اتحطيتي قدام شخص اجنبي هتتكلمي ازاي. طبعا مش شرط يبقوا كلهم بيرفكت، بس احنا كلنا بنتدرب. فدي ابسط حاجه للسبيكينج. واهم حاجه ان انت تتكلمي مع نفسك. ما ينفعش تبقي بتتعلمي
وسايبه دماغك. انت بتتعلمي يبقى تتكلمي اللي اتعلمتيه، يبقى تقولي اللي اتعلمتيه في حاجه حتى لو محدش هيشوف ده غيرك، لان هو اوريدي هيفيدك انت لوحدك. انا كده يعتبر قلت كل حاجه ممكن اكون اتعلمتها في الانجليش في وقت قصير جدا، يمكن تفرق مع حد. كل الكلام ده لو استمريتي لمده شهرين والله هتلاقي فرق رهيب في الليفل انجليش بتاعك. على الاقل هتبقى في كلمات جديده دخلت لك، وانتي طول ما انتي بتتدربي هتلاقي نفسك عارفه تتكلمي بثقه وتتكلمي بكل طلاقه في الانجليش. بس كده، باي باي.